غاب الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله عن مواجهة فريقه الاتحاد أمس الخميس أمام لحساب الجولة السادسة من منافسات الدوري السعودية. وأثار استبعاد عبد الرزاق حمد الله من مباراة الأخدود التساؤلات حول التخلص منه لتقليل عدد الأجانب للوصول للعدد القانوني المكون من 8 محترفين. وأنهى البرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد الجدل حول اقتراب رحيل النجم المغربي، حيث قال: حمد الله مستمر معنا ولا توجد نية لرحيله، فهو أحد أهم العناصر في الفريق. وأضاف: حمد الله تم استبعاده من مباراة الأخدود لعدم جاهزيته، لأنه كان مع منتخب المغرب ثم عاد ولم يتدرب بالشكل الكافي، لذا تمت إراحته. ورفض نونو سانتو الحديث عن اسم اللاعب الأجنبي الذي سيرحل عن صفوف الفريق بعد انضمام المحترف الإيطالي لويز فيليبي الأسبوع الماضي من ريال بيتيس الإسباني.